رافائيل لياو هو لاعب كرة قدم برتغالي من أصل إفريقي، يلعب كمهاجم في نادي أي سي ميلان ومنتخب البرتغال. ولد في ألمادا، البرتغال في 10 يونيو 1999، وبدأ مسيرته الكروية مبكرا في نادي أمورا قبل الانتقال إلى أكاديمية بنفيكا ثم سبورتينغ لشبونة. واجه لياو صعوبات في سبورتينغ بسبب اعتداء من مشجعين، مما دفعه للانتقال إلى نادي ليل الفرنسي في 2018. هناك أظهر مهاراته وأحرز 8 أهداف في موسم 19-2012. ورغم مشاكل قانونية مع سبورتينغ استمر في تطوير أدائه. في أغسطس 2019 انتقل إلى أي سي ميلان، حيث أظهر تألقا ملحوظا وسجل أسرع هدف في تاريخ سيريا. حقق لياو إنجازات بارزة، منها الفوز بالدوري الإيطالي لموسم 22-2021، واختير كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي. ينتهي عقده مع ميلان في 2024، وهناك شائعات حول اهتمام أندية كبيرة مثل ليفربول بالتعاقد معه. رافائيل لياو بدأ مسيرته الدولية مع البرتغال في صفوف الناشئين، وشارك في الفوز بكأس أوروبا تحت 17 سنة عام 2016. تم استدعاؤه للفريق الأول في أكتوبر 2021، وشارك في أول مباراة له ضد قطر. أدرج ضمن تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2022 في قطر. في حياته الشخصية، ولد لياو في عائلة فقيرة في ألمادا، حيث كان له 6 إخوة وعاشوا ظروفا صعبة. والداه من أصل إفريقي، حيث يأتي والده من أنغولا ووالدته من ساو تومي وبرنسيبي. يتمتع لياو بطول 81 مترا ووزن حوالي 41 كيلوغراما، وهو لاعب سريع ومهاري في الهجوم. على إنستغرام يشارك لياو صورا من مبارياته وحياته الشخصية، ويملك حوالي 2.6 مليون متابع. مع انتهاء عقده في 2024 يتوقع أن تزداد شدة المنافسة بين الأندية الكبرى للحصول على خدماته، حيث يقدر سعره السوقي بحوالي 150 مليون يورو.